السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بالف خير وبصحه جيده، ومرحبا بكم معي في فيديو جديد مع وصفه جديده ودائما مع ام رهف. واليوم في هذا الفيديو غادي نحضر لكم بطبوط بالحليب سهل في التحضير، ما كياخذش بزاف ديال الوقت وكذلك بدون دلك او مجهود، وكيجي رائع منفوخ وخاوي من الداخل. فهاد الوصفه هذه راه ناجحه مليون في المية، غادي تنجح معكم ان شاء الله في اول مره غادي تجربوها. كنتمنى ان الفيديو ينال الاستحسان ديالكم. ما نطولش عليكم اكثر في المقدمه، وغادي نخليكم دابا باش تعرفوا على المكونات اللي غادي نحتاجو. فبالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو، فعندي هنا 2 كيسان بالعبار كاس شاي اولا كاس العنبه ديال الدقيق الفينو. عندي كذلك 3 الكيسان ديال الدقيق الابيض اولا الدقيق الفورس. وغادي نحتاج كذلك شويه الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق ديال كل شخص. عندي هنا ملعقه كبيره مملوءه جيدا ديال الخميره الفوريه. من طبيعه الحال يمكن لكم تعوضوها بالخميره الطريه، وديما خميره الخبز كتبقى على حسب الجو. وغادي نحتاج هنا ملعقه صغيره ديال السكر سنيده اولا السكر الخشن. عندي هنا كاس ديال الحليب دافي. وغادي نحتاجو من طبيعه الحال الماء دافي باش غادي نجمعوا العجينه. وغادي نبداو على بركه الله في طريقه التحضير. اول حاجه غادي نخويو واحد شويه ديال الحليب فوق الخميره والسكر، غير باش تذوب لينا هكا الخميره شويه. صافي من بعد غادي نخلط هاد المكونات كامله، ثم غادي نضيف الكميه المتبقيه ديال الحليب. من طبيعه الحال الحليب ضروري خاصو يكون دافي. صافي من بعد ما ضفت الحليب دابا غادي نبدا نضيف الماء بشويه بشويه حتى كنجمع العجينه ما خاصهاش تجينا جاريه بزاف، وكذلك ما تجيناش قاصحه بزاف، خاصها تجي هكا شويه كتلصق في يدينا. صافي انا غادي نبقى مستمره في اضافه الماء بشويه بشويه حتى غادي نجمع العجينه ونتلاقاو من بعد. ودابا من بعد ما جمعت العجينه فكنحصل على العجينه كتكون هكا كتلصق شويه في يدينا، ما خاصهاش تجينا جاريه بزاف وكذلك ما تكونش قاصحه بزاف. فبالنسبه للعجينه ما كتحتاج اننا ندلكوها بزاف، فقط غير غادي نخدمها اولا غادي ندلكها لمده ديال دقيقه ما كاملاش. كنأكد على ان دقيقه ما كاملاش، غير باش نتاكدوا ان داك المكونات كامله انسجمت مع بعضها، وكنحصلوا على العجينه كتكون هكا متجانسه. صافي انا ما غاديش نطول عليكم اكثر، غادي نبقى مستمره بهذه الطريقه هذه حتى كنحصل على العجينه كتكون هكا متجانسه. صافي وغادي نمروا دابا باش نكملوا باقي المراحل اللي بقات لينا. صافي دابا غادي نشكل العجينه اللي عندي على شكل كوبيرات. بالنسبه للحجم ديال الكوبيرات كتبقى على حسب الحجم ديال البطبوط قداش بغيتوه، واش كبير ولا صغير. من طبيعه الحال يمكن لكم تشكلوا العجينه ديالكم على شكل بطبوطات صغيورين، فقط غير كتسرحوا العجينه ديالكم بواسطه مدلك وكتقطعوها بالقطاعه بالحجم اللي بغيتو. صافي كتوضعوا البطبوطات هكا فوق شي منديل. كيف ما كتشوفوا انا غادي نبقى مستمره بهذه الطريقه هذه حتى غادي نشكل العجينه كامله اللي عندي على شكل كويرات ونتلاقاو من بعد. ودابا من بعد ما قسمت العجينه اللي عندي على شكل كويرات مباشره غادي ندوز نبسطهم. كيف ما شفتوا معايا فالعجينه ما خليتهاش نهائيا انها تختمر او لا ترتاح. فمن بعد ما كنعجنوا العجينه ديالنا كنقسموها على شكل كويرات ثم كنبسطوها مباشره، يعني ما خليتهاش نهائيا انها تختمر. صافي كيف ما شفتوا معايا رشيت سطح العمل بشويه الفينو ثم بسطت العجينه ديالي بواسطه مدلك. بالنسبه للسمك كيبقى على حسابكم نتوما، كاين اللي كيبغي البطبوط يكون هكا غليظ وفيه البابه، وكاين اللي كيبغي رقيق، فانا غادي نديرو هكا شويه رقيق. صافي من بعد ما كنسرحو كنوضعو فوق شي منديل اللي كيكون هكا مرشوش بشويه الفينو. صافي غادي نبقى مستمره بهذه الطريقه هذه حتى كنبسط كاع الكويرات اللي عندي ونتلاقاو من بعد. وصافي من بعد ما ساليت وبسطت كاع الكويرات اللي عندي ديال العجين، وضعته هكا فوق منديل اللي مرشوش بشويه ديال الدقيق. فغادي نغطي عليه وغادي نخليه يرتاح لمده ديال 15 دقيقه، يعني غادي نخليوه هكا يرتاح شويه، ما يحتاج اننا نخليوه حتى كيتضاعف الحجم ديالو، كيرتاح لينا شويه. صافي كنديروا المقله ديالنا تسخن باش نبداو نطيبوا البطبوط ديالنا. صافي من بعد ما خليت البطبوط ارتاح لمده ديال 15 دقيقه بالضبط، درت المقلاة ثقيله باش تسخن، كنخليوها حتى كتسخن مزيان عاد باش كنبداو نطيبوا البطبوط ديالنا.
فبالنسبه للبطبوط كنطيبو على النار كتكون متوسطه، يعني ما تكونش مرتفعه بزاف وكذلك ما تكونش ناقصه بزاف. وغير كنوضعوا البطبوط ديالنا كنخليوه هكا غير شويه، غير كنشوفوا انه قبض في راسو شويه صافي كنقلبوه على الجهه الاخرى وكنبقاو مستمرين في التقليب ديالو. يعني مره مره ما تسهوش عليه، نتوما كتقلبوا فيه حتى كتشوفوا انه انتفخ. وردوا البال فاش كتبداو تقلبوا في البطبوط ديالكم عندكم تقبوا العجينه، حيت الا تقبتوها اكيد ما غاديش ينتفخ. صافي كنبقاو مستمرين في التقليب ديالها حتى كنشوفوا انها بدات كتنتفخ. كيف ما شفتوا معايا هنايا راه بدات كتنتفخ. صافي كنخليوها حتى كتنتفخ تماما وكتحمر لينا. صافي كنقلبوها على الجهه الاخرى باش كتحمر لينا حتى من الجهه الاخرى. صافي من بعد ما كيتحمر لينا البطبوط من جوج جهات كنحيدوا البطبوط ديالنا وكنوضعوه فوق شي منديل. بالنسبه للمقلاة مره مره مسحوها باش هذاك الدقيق اللي كيبقى لينا ما يتحرقش. وإلا شفتوا المقلاة سخنات بزاف يمكن لكم انكم تنقصوا عليها النار. صافي انا ما غاديش نطول عليكم اكثر، غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى غادي نطيب كاع البطبوط اللي عندي. وغادي نخليكم دابا مع الشكل النهائي وبصحه والراحه. وهذه كانت وصفتنا ديال اليوم، بطبوط بالحليب كيجي رائع منفوخ خاوي من الداخل كيف ما كتشوفوا معايا. فالوصفه ناجحه 100%، كتستحق تجربه. كنتمنى انكم تجربوها، وإلا جربتها شي وحده فيكم ما تنساش انها تخلي لي تعليق. كنتمنى ان الوصفه تنال الاستحسان ديالكم وان الفيديو يعجبكم. ما تنسونيش باللايكات للدعم والتشجيع. شكرا لكم بزاف على التتبع والمشاهده. وإلا كنتي انت اول مره تشوفي القناه وإلا عجبك المحتوى ديال القناه كنتمنى انك تشاركي فيها بالضغط على الزر الاحمر كيكون اسفل الفيديو. ما تنسيش انك تضغطي على الجرس باش يوصلك كل جديد الوصفات اللي غادي نقدم ان شاء الله. ودابا غادي نخليكم على خير وغادي نضرب لكم موعد الى فيديو قادم مع وصفه جديده. والسلام عليكم.